السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المنافسات اللاعبون والطاقم والجامعة وبالخصوص صاحب الجلالة الذي بفضله كان هناك لاعبون من خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، واليوم هي صفحة جديدة تكتب في تاريخ كرة القدم المغربية، وما هذا سوى بداية في كتابة صفحة أخرى. C'est une page de l'histoire du football qui s'est écrite au Maroc, et j'espère que c'est que le commencement et qu'on va continuer d'écrire encore beaucoup de pages dans ce livre. لم نكن نظن أن إنجازنا سيكون له كل هذا الأثر الكبير. يسعدنا أن نرى كل هذه السعادة للشعب المغربي، وهذا يعطينا قوة ودفعة لمواجهة التحديات القادمة. كما كان لنا شرف لقاء صاحب الجلالة، لقاء انتظرناه طويلا. لقد كان لقاء سعيدا جدا. Para poner orgulloso a todo nuestro país, la verdad que estamos felices y la verdad que ha sido un encuentro súper bonito, emocionante. On est vraiment fier en tant que Marocain. On est très heureux que Sa Majesté nous ait reçus. C'est un énorme rêve, El Wahed. Donc voilà, on est très heureux. On voulait ramener plus le bled ديالنا بالحق الحمد لله حتى اللي كنا نقدروا نحتاو, et on a été reçu merveilleusement par Sa Majesté. Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, pour notre peuple et pour le sport au Maroc. إحساس كبير يعني ملي كتكون مغربي وكتحس يعني بالحب ديال بلادك، وكيكون واحد الاستقبال لا من الناس لا من جلالة الملك. كنشكروا الجميع وكنتمناو يعني نزيدوا يعني نقدموا واحد الاداء اللي في مستوى كبير اللي يخلينا يعني الناس يفتخروا به والحمد لله. الاستقبال نتاع سيدنا الله ينصرو اليوم لأعضاء الفريق الوطني المغربي لكرة القدم سيبقى يوما راسخا في تاريخ الرياضة المغربية بصفة عامة وفي تاريخ كرة القدم الوطنية، لأن صاحب الجلالة نصره الله كان دائما راعيا للرياضة والرياضيين، وكان دائما وراء دعم الشباب من أجل التألق. والفريق الوطني اليوم المغربي لكرة القدم بهذا التألق في مونديال قطر 2022 بطبيعة الحال يحظى بهذا الاستقبال الملكي السامي الذي يحمل أكثر من دلالة مشبوعة بكل المعاني التي قلتها سابقا، وهي العناية الكاملة والدائمة لصاحب الجلالة للشباب والرياضيين. والمغرب بهذا الإنجاز أثبت ريادته على الساحة الإفريقية والعربية والمغاربية، وأثبتت هذه الانتصارات يعني رساخة والحضارة المغربية عبر القرون، وهي حضارة كانت دائما تجمع مختلف الديانات ومختلف الحضارات، وهذا ما عبرت عنه الجماهير في جميع أنحاء العالم. وأعتقد بأن تتويج كل هذا اليوم جاء بهذا الاستقبال الملكي السامي، والذي كما قلت يعطي مرة أخرى العناية اللازمة والضرورية للعناصر الرياضية وللشباب الرياضي. واليوم الجميل في الأمر بحضور الأمهات نتاع اللاعبين، واللي معظمهم يقطنون خارج أراضي الوطن، ومرة أخرى يجسد المغاربة هذا التلاحم بين المغاربة أينما وجدوا وملكهم وعرشهم، وهذه هي تقاليد الشعب المغربي العظيم.
شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.